هو ليه في أدوية معينة لازم تتحط تحت اللسان؟ السلام عليكم، أنا دكتور مصطفى فرحانة ودي معلومة أكيد مهمة لصحتك. في سؤال بيقول ليه في أنواع أدوية معينة لازم تتحط تحت اللسان وما ينفعش إنها تتبلع؟ في الحقيقة إحنا فعلا في أنواع معينة من الأدوية بنأكد على المريض وهو بياخدها إنه لازم يحطها تحت لسانه، وبنأكد عليه كمان إنها ما ينفعش تتبلع أبدا، وده لسببين اتنين خليني أنا أبسطهم لك. السبب الأول وبدون الدخول في تفاصيل وهو إن في بعض الأدوية لو نزلت في الجهاز الهضمي فالجهاز الهضمي بيكسرها، وبالتالي الأدوية دي لو اتبلعت فشكرا كده الدواء اتكسر وملوش أي مفعول قبل حتى ما يوصل للدم. فاحنا في الطب لقينا ان المنطقه اللي تحت اللسان مليانه بالشعيرات الدمويه، فلو حطينا فيها حبايه من الدواء الحبايه دي هتبدا ان هي تدوب والجسم يبدا ان هو يمتصها ويدخل الماده الفعاله مباشره جوه الدم. يبقى احنا كده اختصرنا الطريق على الدواء وحافظنا عليه من المسار بتاع الجهاز الهضمي اللي ممكن ان هو يكسره، فحافظنا على المفعول والتاثير بتاع الدواء. اما السبب الثاني فهو اننا قلنا طالما الطريقه دي بتاخد الدواء وتدخله مباشره في الدم، وكأن الدواء كده معاه واسطه جميله بتختصر عليه الطريق. طب ما الطريقه دي هتبقى مفيده لينا في حالات الطوارئ، لو في حاله طبيه طارئه وعايزين الدواء يدخل بسرعه جوه جسم المريض ويشتغل بسرعه علشان يلحقه، فالطريقه دي اكيد هتكون مناسبه. علشان كده هتلاقي ادويه مشهوره جدا من ادويه الضغط والقلب بنأكد على المريض انه لما يحتاج ياخدها بيحطها تحت اللسان، لان بعض الحالات الطارئه بنكون محتاجين ان الدواء يدخل بسرعه جوه الجسم ويشتغل بسرعه علشان ينقذ حياه المريض. وهنا بقى حد يقول لي بس انا عارف طريقه اسرع من الطريقه دي. الحقن الوريدي اللي هي الحقن اللي بنديها في الوريد بيكون اسرع بكتير، فاحنا بنجيب الماده الفعاله ونحقنها مباشره في الدم، لا بنستنى بقى الحبايه تدوب ولا انها تمتص ولسه على ما تدخل الدم. اكيد الحقن الوريدي اسرع، فليه ما بنستخدموش؟ هقول لك انت صح، ولكن اديني عقلك كده وهات لي مريض كبير في السن عنده 60 سنة وبيعاني من تشكيلة من الأمراض ضغط وسكر وقلب وتعب الساعة 2 بالليل ومحتاج ياخد الدواء بتاعه، هتجيب له منين حد علشان يديله حقنة في الوريد؟ مش منطقية صح؟ وعلشان كده فالطريقة دي جمعت أهم ميزتين. الميزة الأولى إنها سريعة، والميزة التانية سهولة الاستخدام من كل المرضى أيا كانت حالتهم إيه. وبس كده، يا رب دايما تكونوا بخير